خليني أسألك سؤال واحد بس. هو أنت تعبان ولا أنت بتضيع وقتك وبتضحك على نفسك؟ لو فتحت الفيديو ده وأنت مفروض تذاكر أو تشتغل وخدت قرار تكمله، يبقى أنت عارف إن في مشكلة. ما تقفلش، اسمع للآخر. الحقيقة اللي محدش بيقولها: محدش هيجي ينقذك، ولا شهادة ولا كورس ولا فيديو تحفيزي. ولو كملت بنفس الروتين ده، بعد 3 سنين هتكون نفس الشخص بس أكبر وأكتر ندم. ودي مش مبالغة، دي اللي بيحصل فعليا. انت ليه مش مركز؟ مش لأنك غبي ولا لأنك فاشل. السبب الحقيقي: دماغك متعود على السهل. ريلز، تيك توك، دوبامين سريع. فلما تيجي تذاكر أو تشتغل، دماغك يقولك لأ، ده تقيل. فتسيب الحاجة وترجع للهروب. تفتكر الحل؟ مش هقولك اقفل الموبايل يوم كامل، ده كلام أهبل. ابدأ باللي عايز تنفذه. اعمل الآتي بس: ساعة واحدة في اليوم، موبايل بعيد، مهمة واحدة واضحة. مش مزاج، مش حماس، تنفيذ. لو مش قادر ساعة، ابدأ ب20 دقيقة. ولو برضه مش قادر، يبقى انت مش محتاج تحفيز، انت محتاج تبطل دلع. التسويف مش كسل. خليني أقولك الحقيقة المرة: التسويف معناه خوف. خوف تفشل، خوف تطلع عادي، خوف تحاول وما تحققش حاجة. فدماغك يعمل حركة ذكية: خلينا نأجل. بس التأجيل ده بتدفع تمنه بعدين: قلق، توتر، إحساس بالذنب، وكره لنفسك. الحل اللي بيشتغل فعليا: ما تفكرش، ابدأ. افتح الحاجة، حتى وانت قرفان، حتى وانت زهقان. المخ بيتغير بعد الحركة، مش قبلها. المقارنة: انت ليه دايما حاسس انك متأخر؟ عشان بتقارن كواليس حياتك. حد ناجح ممكن أهله صرفوا عليه، ممكن عنده دعم، ممكن عنده فرصة انت ما خدتهاش. وده مش تبرير، دي واقع. المقارنة مش هتزودك حاجة غير شلل. القاعدة الوحيدة اللي تمشي عليها: اسأل نفسك كل يوم: عملت ايه النهاردة أحسن من امبارح؟ حتى لو حاجة صغيرة. دي اللي بتبني. اسمعني كويس: لو فضلت مستني تحس إنك جاهز، مش هتتحرك أبداً. ولو فضلت تقول لسه بدري، هتتفاجئ إن الوقت خلص. مش مطلوب منك تبقى خارق، مطلوب منك تبقى صادق مع نفسك. يا تبدأ تتحمل المسؤولية، يا تكمل تشتكي. مفيش اختيار تالت. لو الكلام ده وجعك شوية، يبقى مظبوط. ولو حاسس إنك لسه واقف، اكتب في الكومنت: هبدأ حتى لو مش جاهز.